السلام عليكم، أهلا بيكم في بلدنا بالمصري، أو النهاردة بلدنا بالأهلي، على اعتبار أن الأهلي حقق هذا النصر المنتظر وفاز على الاتحاد الليبي 3-0. طبعا انتوا عارفين، أظن مصر كلها عارفة أن أنا زملكاوي بين قوسين عند البعض للأسف، وعند البعض الآخر مش بالأسف يعني. ومع ذلك انا الحقيقه بشجع حسام البدري مش بشجع الاهلي قوي، بشجع حسام البدري. واتصور انه النهارده بيحصل درس جديد من الدروس المصريه الجميله المفيده، ان احنا بس يعني لو نزعنا حكايه النفخ اللي بننفخ فيه في نفسنا ده، والشوفونيه والاحساس بالذات، وكاننا يعني جبنا قطعه من السماء، لو نسحب ده شويه ونتعامل مع الكوره باعتبارها نموذج للحياة في مصر، نعرف بالظبط ليه الكرة في مصر فيها جمهور بال80,000 بيروح الاستاد، جمهور بيتابع، ملايين بيتفرجوا، ناس بتنتفض فرحا أو بتحزن وتكتئب نتيجة الكرة ونتيجة نتائجها. فيها روح المباراة، فيها روح المنافسة، فيها روح التفوق، فيها روح الكفاح، الجهاد، الشفافية، الروح الواضحة على الملعب بقوة، في حضور اللعيبه، وفي صراع. لما تيجي تنقل ده على السياسه في مصر تلاقي برود، جمود، رزاله، سخافه. مفيش حاله من حالات التنافس ولا الصراع الحقيقي. في كمان واحد بينزل الملعب انا صاحب الكوره انا صاحب الكوره. عارفين الواد الرزل اللي يبقى صاحب الكوره يبطل اللعب طالما هو اتهزم واتحط فيه جول؟ هو صاحب الكوره وهو الحكم وهو حامل الرايه وهو حامل الهم وهو حامل الحلم، يعني هو حامل في التاسع كل حاجة، يعني هو كل شيء. إنما الكرة الحقيقية اللي احنا شايفينها ده اللي فيها الكفاح وفيها الصراع. إنما السياسة علشان كده ما فيهاش أي شيء من الكرة المصرية الآن. عشان كده حسن شحاتة قائد عظيم، عشان كده حسام حسن قائد عظيم، وعشان كده حسام البدري قائد عظيم. والمصادفة إن حسام البدري يدي درس للكل. ادي مدرب مصري. لاحظوا ان السنه اللي فاتت جوزيه بنجوم في حالتهم اكتر من كده مليون مره، كان بيجي له لبن العصفور جوزيه. حسام البدري خد الدوري قبل 3 أسابيع، حسام البدري بيصعد لدوري المجموعات، بينما السنه اللي فاتت الاهلي خرج من قبل ما يوصل لدوري المجموعات كمان، وخرج كمان من الكونفدراليه. لا، هو في مصري ينجح، في مصري ينجح بقوه، المفروض يدعمه. مش النهارده في الشوط الثاني اول ما المسائل بدات تلوح كده بعض النسمات اليأس في قلوب الاهلاويه، يطلع هتافات في الاستاد ضد حسام البدري. فطبعا حسام البدري يحرز الهدف الثالث عبر الشاب الجميل اسمه شهاب ده، فالدنيا تتغير. عايز اقول لكم بالفعل مصر اتغيرت وتحولت والحقيقه ده شيء مش كويس ان الكره يبقى افضل حاجه فيه، لانه احنا كنا زمان بنتكلم عن روح اكتوبر، دلوقتي بنتكلم على روح الدقيقه 93 يعني كنا زمان بنتكلم عن روح يعني العالم المصري، دلوقتي بنتكلم عن روح الفانيلا الحمراء. فاتصور ان احنا بننحدر سياسيا على قد ما بننجح في الكوره واتفاق في الكوره بشكل ما. صحيح يعني في افريقيا احنا اعور وسط العميان، لكن اهو في الاخر بنكسب يعني، وفي الاخر بنتصدر. لكن اللي بيحصل في السياسه عكس اللي بيحصل في الكوره تماما.